يبدأ الفيلم بطفل اسمه أليكس وهو مع أهله في المطار، وبيكون أليكس وأسرته مهاجرين من بلدهم أوكرانيا للندن، وده لأن أسرة أليكس بتمر بظروف مالية صعبة ومش قادرين يتحملوا ظروف المعيشة في أوكرانيا، فقدموا في برنامج الرعاية الاجتماعية علشان يهاجروا ويسيبوا البلد. وبعد فترة أم أليكس بتشتغل محاسبة في بنك، وفي الوقت اللي بتكون فيه أم أليكس في شغلها أليكس بيفضل في البيت وبيقضي أغلب وقته على الكمبيوتر بتاعه. وبيكون واضح إن أبو أليكس إنسان مش مسؤول، وبيقعد دايما مع اصحابه وبيفضل يشرب ومش بيكون مهتم باسرته. واليكس ما بيكونش ليه اي اصحاب غير الكمبيوتر بتاعه وشبكة الانترنت اللي بتخليه دايما على دراية كاملة بكل حاجة بتحصل في العالم. وده غير ان هو بيقدر يوصل لاي معلومة هو عاوزها بسهولة. وبتمر السنين وبيتعلم اليكس البرمجة، وبيتعلم كمان طريقة عمل الاكواد بكل انواعها. وعلشان كده اليكس بيقرر ان هو لازم يدخل الجامعة، وده لان هو حب يتعلم اكتر عن البرمجة ونفسه يكون زي بيل جيتس، ولكنه اكتشف ان هو محتاج ان هو يجمع فلوس كتير عشان مصاريف الكلية اللي عايز يدخلها. ولان هو متأكد ان اهله مش هيقدروا يساعدوه، فبيقرر ان هو يعتمد على نفسه، وبيفضل يدور على اي مصدر دخل على الانترنت لحد ما بيلاقي مواقع بيقدر يكسب منها مبالغ بسيطة. فبيفضل اليكس يحوش فلوسه اللي هو بيكسبها جوه جهاز الكمبيوتر. ومع مرور الوقت بيبدأ اليكس ان هو يعرف معلومات عن النظام المصرفي والازمة المالية، وبيقدر يعرف ايه هي نقاط ضعف انظمة الحماية ونقاط قوتها، وبيقدر يحسن مستوى حياته. ولكن ابوه وامه دايما بيكونوا بيتخانقوا مع بعض بسبب مشاكلهم المادية، فبيضطر اليكس ان هو يخرج من البيت ويروح يقعد في كافيه، وهناك بيسمع في الاخبار عن منظمة اجرامية بتعمل هجمات الكترونية على عدد من البنوك. وبيعرف اليكس ان الموقع بتاع المنظمة دي على الدارك ويب ومستحيل الوصول ليه، وان زعيم المنظمة الاجرامية يبقى هاكر محترف جدا اسمه زد. وبيكون زد متورط في جرائم كتيرة جدا حوالين العالم، وبرضه محدش عارف يوصله. وفي يوم بيرجع اليكس بيته وبيلاقي امه بتعيط بسبب ان هي اتطردت من شغلها، وبيكون البنك هو نفسه اللي بيملك البيت اللي هم عايشين فيه، فبيبعت البنك لامه انذار بالطرد من البيت لان هي اصبحت عاطلة عن العمل، وبالتالي مش هتقدر تسدد الاقساط الشهرية للبنك. فبيروح اليكس على اوضته وبيجيب كل الفلوس اللي معاه وبيديها لامه، فبتفتكر ام اليكس ان اليكس سرق الفلوس دي، فبيطمنها اليكس وبيقول لها ان هو كسبها من شغله على الانترنت، وان هو كان بيحوشها علشان يدفع مصاريف الكلية. بس امه بترفض تاخد منه الفلوس، وده لان هي مش عايزة تضيع مستقبل ابنها بايدها. لكن اليكس بيعرفها ان هو هيقدر يكسب فلوس تاني وهيقدر يصرف على نفسه. وبيرجع اليكس على اوضته وبيدور على الانترنت عن طريقة يكسب بيها فلوس اسرع، لحد ما بيفتكر الخبر اللي هو سمعه في الاخبار عن حاجة اسمها الدارك ويب. وبيقدر اليكس ان هو يوصل للدارك ويب، لكن صلاحياته بتكون محدودة، وده لان هو لسه جديد. فبيسأل اليكس الادمن هو ازاي يبقى ليه صلاحيات وامكانيات اكتر، فالادمن بيقول له ان هو لازم يتبعت له دعوة ترقية لمستوى اسمه جندي، ولازم اللي يعمل كده واحد قديم على الدارك ويب. وبيقول له ان دي حاجة مش متاحة ليك حاليا، ولكن لازم تعمل حاجة تثبت لنا ان انت مميز وعايز فعلا تدخل الدارك ويب. فبيفتكر هنا اليكس واحد زميله في المدرسة كان بيتنمر على الطلبة، فبيصمم اليكس موقع مزيف عن المكملات الغذائية، وبيتخدع زميله المتنمر ده وبيدخل معلومات البطاقة البنكية بتاعته. فبياخد اليكس معلومات البطاقة البنكية بتاعته علشان يبعتها للادمن، فبيلاقي ان في واحد اسمه روزفلت بيتواصل معاه وبيطلب منه ان هو لازم يقرا القوانين الاول ويكون عارف ان هو لو اتقبض عليه محدش هيساعده، وان هو اللي هيشيل جريمته لوحده. فبيوافق اليكس على القوانين وبيترقى بسرعة لدرجة جندي في الدارك ويب، وبيشتغل مع روزفلت في ان هو يبعت له حاجات معينة حجمها صغير ولكن فلوسها كتير، زي اجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات والتليفونات. وبيستمر الشغل بينهم فترة طويلة، وبيبعت روزفلت اي حاجة عايز يبيعها واليكس بيعرضها على العملاء وبيبيعها. وبيقدر اليكس ان هو يسرق البطاقات البنكية بتاعة الناس وبيبيعها علشان يكسب فلوس اكتر، فبالتالي بيقدر يجمع 30,000 دولار في شهر واحد بعد ما كان بيجمعهم الاول في 4 سنين. وبعدها بيقرر اليكس ان هو يسافر لمدينة تانية علشان يدخل الكلية، وبعد ما بيتقبل فيها بيكون فاضل شهر على دخوله لان هو اتأخر شوية في الاجراءات، وده معناه ان هو لازم يشتغل عشان يصرف على نفسه. وبيقدر اليكس ان هو يعمل هوية مزيفة وبيشتري بيها مجموعة من الساعات الغالية جدا، وده طبعا عن طريق البطاقات البنكية اللي هو بيسرقها. لكن اليكس بيواجه مشكلة كبيرة في بيع الساعات المسروقة، وده بسبب ان اغلبية المحلات بتكون متأكدة ان هو سرقها. وبيكون في شخص اسمه سي بيراقب اليكس وبيمشي وراه وبيتكلم سي مع اليكس
بيعرفه بنفسه وبيعرض عليه ان هو يساعده في بيع الساعات اللي معاه، وده مقابل ان هو هيديله 30% من المبلغ بتاع الحاجه. فبيوافق أليكس لانه ما بيكونش قدامه حل تاني، وفي النهايه هي مسروقه. فبياخد منه سي الساعات وبيقدر يبيعها بكل سهوله، وبعدها سي بيدي أليكس الفلوس اللي هم اتفقوا عليها، ومن وقتها بيكونوا اصحابه وبيشتغلوا مع بعض. وبيكون أليكس هو اللي بيشتري المنتجات من على الانترنت وسي هو اللي بيبيعها. وبيتضح ان سي ليه علاقات بكل التجار في المدينه، وده طبعا بيفيد أليكس جدا في بيع اي حاجه. وفي خلال شهور قليله بيكسب أليكس فلوس كتير. وبالصدفه أليكس بيشوف الاخبار ان الهاكر زد لسه مستمر في هجومه على البنوك، وده لان هو شايف ان البنوك بتستعبد المواطنين وبتسيطر عليهم وبتدمر حياتهم. وساعتها أليكس بيقرر ان الحياه الجامعيه مش مناسبه ليه، وان هو لازم يتواصل مع زد باي طريقه، لان هو فعلا عايز يساعده، لان هو عايز يشتغل معاه في سرقه البنوك. وبيظهر ان أليكس لسه مش ناسي اللي عمله البنك في امه في البدايه لما طردوها من الشغل. وبيلاحظ أليكس ان في قائمه في الدارك ويب باسماء ناس كتير بيشتغلوا في البنوك الكبيره، وان الدارك ويب قرر معاقبتهم لان هم بيستغلوا مناصبهم وبيكسبوا فلوس بطريقه غير شرعيه. فبيطلب أليكس المساعده من سي في ان هم يوصلوا لمعلومات وحسابات الموظفين دول. فبيوافق سي وبيستغل شبكه علاقاته الواسعه، وبيقدر من خلال معارفه ان هو يحصل على صوره للبطايق البنكيه الخاصه بالموظفين دول، وده بيتم اثناء تواجد الموظفين في اماكن كتيره زي المطاعم والكافيهات. ده غير ان سي بياخد من واحده صاحبته اسمها لين بطاقه بنكيه تخص رجل اعمال كولومبي، وبيكون نسيها عندهم وهو سكران. وبتقول لين لسي ان الراجل ده عمل مشاكل كتيره جدا مع البنات زمايلها، وبتتمنى منهم ان هم يقدروا ينتقموا منه ويعاقبوه. فبياخد أليكس البطاقه البنكيه دي وبيتفاجئ من شكلها، لان البطاقه دي ملهاش اي حدود في السحب، وبالتالي هيكون فيها كميه فلوس كبيره جدا، وده معناه ان هم ممكن يقعوا في مشاكل لو سرقوا منها اي فلوس. لكن سي بيقنع أليكس ان هم هيجربوها مره واحده، ولو نجحوا وقدروا يسحبوا منها الفلوس مش هيستخدموها تاني. وتاني يوم بيروحوا قدام البنك، وبيقرر أليكس ان هو يجرب البطاقه الاول ويشتري بيها اي حاجه اونلاين، وده علشان يعرف ان صاحب البطاقه بلغ بسرقتها ولا لا. وبيكتشف أليكس ان البطاقه شغاله ومش محظوره. فبيدخل أليكس البنك وبيقدر ان هو ينتحل شخصيه صاحب البطاقه، وبيقدر أليكس يسحب مبلغ كبير جدا من البطاقه. وبيخرج أليكس من البنك ومعاه الفلوس، وبيروح لسي اللي بيكون مستنيه في العربيه، وبيكونوا مبسوطين جدا وفرحانين بالفلوس اللي سرقوها. وفي اليوم اللي بعده بيلاقي أليكس ان الدارك ويب بينشر اخبار عن ان البنوك نظامها الامني بقى ضعيف ومن السهل جدا اختراقه، وبيكون من ضمنهم البنك اللي رفض امه وكان عاوز يحجز على البيت بتاعهم. فبيقرر أليكس ان هو هينتقم من البنك ده ويخليه يشهر افلاسه ويقفل نهائي. وبعد ما بيحط خطته هو وسي بيروحوا على البنك، وكالعاده سي بيستنى بره وبيدخل أليكس للبنك، بس بيدخل على ان هو عميل جديد وبيكون عاوز يفتح حساب عندهم، وبيقدر ان هو يخدع الموظف وبيحط فلاشة على الكمبيوتر اللي قدامها، وبعدها نظام تشغيل الكمبيوتر بيتعطل والموظفة ما بتكونش عارفة ايه السبب. فبيستأذن أليكس من الموظفة وبيقول لها ان هو مش فاضي وهيبقى يجيلهم في وقت تاني. لكن قبل ما يخرج من البنك بيقبض عليه امن البنك، وده لانهم بيكونوا اكتشفوا اللي عمله من خلال الكاميرات. فبيحاول سي ان هو يفضل مع أليكس، لكن مدير البنك بيطلب منه يخرج بره. وبعدها مدير البنك بيسأل أليكس هو جاب ملف التشفير اللي موجود على الفلاشة منين. فبيقول له أليكس ان هو قدر يصنعه. بيقدر مدير البنك يخمن ان أليكس بيشتغل في الدارك ويب، وبيقول له ان هم هيوجهوا له تهمه اتهام بالقرصنه الالكترونيه ب10 سنين سجن على الاقل. فبتيجي لأليكس فكره ذكيه، وبيقول لمدير البنك ان هو عمل كده علشان يثبت ان نظام البنك محتاج يتطور، وان هو يقدر يطوره ويخليه اقوى ويعمل لهم جدار ناري ضد الاختراقات الالكترونيه. ومدير امن البنك بيقتنع بكلامه وبيسمح له ان هو يمشي مقابل ان هو ينفذ فكرته. وفي نفس اليوم بالليل بيتفاجئ أليكس ان اللي عمله في البنك انتشر على الدارك ويب لدرجه ان كل الهاكرز كانوا عايزين يكلموه علشان يتعرفوا عليه. ده غير ان زد زعيم الدارك ويب بنفسه بيبعت له رساله وبيبدي فيها اعجابه باللي هو عمله. وتاني يوم سي بيلاقي رساله من الدارك ويب على الكمبيوتر، والرساله بتكون لأليكس من بنت اسمها كيرا، وبتكون كيرا عايزه تتعرف على أليكس وتعمل معاه شغل. فبيرد عليها سي وبيرتب ميعاد لأليكس معاها علشان يقابلها ويتعرف عليها. فبيضطر أليكس ان هو يقابل كيرا، وبيفضلوا يتكلموا عن عمليات الهاكر
الهاكرز، وبيقول أليكس لكيرا ان هو عاوز يقابل زد، فبتقول له كيرا ان هو لازم يعمل عملية كبيرة تلفت الانتباه اكتر، فبيطلب منها أليكس ان هي تشتغل معاه هو وسي في سرقة البطاقات البنكية، فبتوافق كيرا وبيشتروا طبعة مخصصة لطباعة البطاقات البنكية علشان تسهل شغلهم. ده غير ان كيرا بتعلم أليكس وسي ازاي يستخدموا متصفح خفي علشان محدش يقدر يوصل لهم، بس ده يا عزيزي متصفح خفي بجد، مش زي اللي في تليفونك وبتفكر نفسك هاكر لو فتحته. وبتمر الايام وأليكس وكيرا وسي بينفذوا عمليات كتيرة ومهاراتهم كلهم بتتطور، وبتقدر كيرا ان هي تبيع اي حاجة هم بيشتروها من على الانترنت، لكن سي بيبدأ يشك فيها لان هي عندها عدد مشترين كتير وبيشتروا منها المنتجات على طول من غير ما حتى يفصلوا معاها في السعر. وبيقول سي لأليكس ان طالما هي عندها كل الامكانيات دي ليه بتشتغل معاهم وليه ما تشتغلش لوحدها، لكن أليكس ما بيهتمش لكلامه وهيندم على كده وقدامها تعرف ليه، بس بيقول له أليكس ان هو بيقول كده علشان هو غيران من كيرا لان هي بتبيع باسعار احسن منه وعندها علاقات اكتر منه. وبتمر الايام وفي يوم بتعرض كيرا على أليكس ان هم يسافروا هونج كونج لان هناك هيكون في شغل اكتر وهيقدروا يكسبوا فلوس اكتر، فبيطلب منها أليكس ان هي تديله مهلة يفكر في الموضوع. وتاني يوم أليكس بيقابل روزفلت اللي ساعده ان هو يترقى في الدارك ويب، وبيديله أليكس $5000 كشكر ليه، وبيسأله لو كان يعرف حاجة عن واحدة اسمها كيرا خصوصا وان هي واخدة درجة ملازم اول في الدارك ويب، فبيقول له روزفلت ان هو ما سمعش عنها قبل كده، فبيشك فيها أليكس وبيبدأ يفكر في كلام سي. بعدها أليكس بيسأل روزفلت على الطريقة اللي يقدر يقابل بيها زد زعيم الدارك ويب، لكن روزفلت ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها أليكس وسي وكيرا بيكونوا رايحين يتمموا صفقة كبيرة، وبيظهر ان سي مش عاجبه اللي بيحصل وبيكون معترض جدا انهم هيبيعوا الكميات دي كلها مرة واحدة، واللي زاد وغطى على الموضوع ان هو لحد دلوقتي مش واثق في الناس اللي اتفقت مع كيرا وبيكون شاكك انهم ممكن يكونوا من الشرطة. ولما بيوصلوا سي بيقعد يتكلم مع المشتريين وبيفضل يتخانق مع كيرا قدامهم لحد ما الصفقة بتبوظ، وبيظهر ان المشتريين بيكونوا من المافيا وبيرفعوا عليهم الاسلحة وبيكونوا على وشك ان هم هيقتلوهم، لكن أليكس بيهديهم كلهم وبيقول لهم ان هم يمشوا من المكان بكل هدوء، فبينبه عليه واحد من رجالة المافيا ان هم لو اتعاملوا معاهم تاني او لو شافوهم تاني هتكون نهايتهم. فبيرجع أليكس وسي وكيرا على البيت وبيكونوا محبطين جدا بسبب اللي حصل، وبيقرروا ان هم لازم يمشوا من لندن فورا عشان ما يتعرضوش للقتل على ايد عصابات المافيا. وتاني يوم بيسافروا كلهم لهونج كونج وبيشتروا شقة علشان يشتغلوا فيها، وبيشتروا كمان عربية جديدة وبيكملوا شغلهم اللي هو سرقة البطاقات البنكية، لحد ما في يوم بينسى أليكس ان هو يجرب البطاقة قبل ما يستخدمها، وبيكتشف المحل اللي هم بيشتروا منه ان البطاقة مزيفة، فبيطاردهم رجالة المحل علشان يقبضوا عليهم ويسلموهم للشرطة، لكنهم بيقدروا يهربوا منهم وبيرجعوا للشقة وبيكونوا متضايقين جدا من اللي حصل. فبيقترح عليهم سي ان هم يروحوا يسهروا في ملهى ليلي علشان يخرجوا من حالة الاحباط اللي هم فيها، ولما بيروحوا هناك بيتخانق سي مع واحد من رواد المكان وبيروح هو وأليكس السجن، لكنهم بيكتشفوا ان هم بيخرجوا بسرعة من السجن، وبيعرفوا ان كيرا اتصلت بعمها وهو اللي خرجهم من السجن. وبيجي تاني يوم وبيغلط سي وبيستخدم البطاقة البنكية الخاصة برجل الاعمال الكولومبي واللي كان واخدها سي من صاحبته لين اول ما بدأوا شغل هو وأليكس، فبيتخانق أليكس مع سي لان هو كان محذره من ان هو ما يستخدمش البطاقة تاني لان صاحبها ممكن يلاقيهم بسهولة، وبكده هو بيعرضهم كلهم للخطر. وبيطلب أليكس من سي ان هو يرجع تاني للندن، وده لانه اصبح عبء عليهم وهيسبب لهم مشاكل كتير. فبيلم سي حاجته وبيودع صاحبه وبيمشي من الشقة وهو حزين جدا لان هو ما كانش متوقع ان صاحبه يعمل معاه كده. وبعدها أليكس وكيرا بيشغلوا ناس معاهم علشان يساعدوهم في سرقة ماكينات الصراف الآلي في جميع انحاء هونج كونج، وفي كل مرة بيسرقوا فيها بيسيبوا كارت عليه كلمة الدارك ويب، وده علشان ينسبوا العملية لزد، وبيعملوا كده علشان زد يوافق ان هو يقابل أليكس. وتاني يوم بيتذاع في الاخبار كلها ان تم سرقة 2,300,000 دولار وان المسؤول عن السرقة هو زد زعيم الدارك ويب. وبيعرف زد ان أليكس هو اللي نفذ السرقات دي، وبيبعت له رسالة على الدارك ويب وبيهنيه على اللي هو عمله، فبيطلب منه أليكس ان هو يقابله شخصيا علشان عاوز يقول له على عملية كبيرة جدا يعملوها سوا. فبيقول له زد ان في حد هيتواصل معاك، وبعدها فعلا بيتصل شخص مجهول بأليكس وبيبلغه بمكان المقابلة.
وهناك بيتفاجئ أليكس ان زد بيكون شخص مختلف عن اللي هو تخيله في دماغه، وده لان زد بيكون قاعد على كرسي متحرك بجهاز تنفس ووشه مصاب بحروق كتيره جدا، وبيطلب أليكس من زد ان هو يشتغل معاه، فبيوافق زد ولكن بيقول لأليكس ان هو بمجرد ما هيشتغل معاه هيكون ملك ليه هو وبس، ولو نجح في اللي هو هيطلبه منه هياخد اي حاجه هو عايزها، اما لو غلط فهو هيموت هو وعيلته كلها. فبيوافق أليكس على كل شروط زد، وبعد ما بيخرج من عنده بيجيله تليفون من ساي، وساي بيعتذر له على اللي هو عمله وبيقول له ان هو ما سافرش للندن وان هو مستنيهم في الشقه بتاعتهم. وبمجرد ما ساي بينهي المكالمه دي بيلاقي في حد بيدخل عليه الشقه، وبيرجع بعدها أليكس وكيرا على الشقه وبيلاقوا ساي مقتول في الحمام، فبيستنتجوا ان اللي عمل فيه كده هو رجل الاعمال الكولومبي صاحب البطاقه البنكيه اللي ساي استخدمها، ولولا ان ساي هو اللي كان في الشقه كان زمانهم هم اللي ماتوا. وبيكون أليكس عايز يبلغ الشرطه لكن كيرا بتمنعه وبتعرفه ان مفيش حاجه قدامهم غير ان هم يهربوا من المكان فورا. وتاني يوم بيتنقلوا للمكان اللي هيشتغلوا فيه مع زد، وبيكون زد ورجالته عاملين خطه واللي هي انهم يزيفوا قصه اغتيال رئيس البنك الفيدرالي الامريكي، وفي نفس الوقت بينشر أليكس ورجاله زد اخبار مزيفه ان رئيس البنك ممكن يكون مات فعلا، فبتبدا اسهم الشركات والبنوك في البورصه تنهار، وبيكون زد مجهز نفسه علشان يهجم على كل الاسواق الماليه ويسرق منها ملايين الدولارات. لكن الشرطه بتكتشف ان رئيس البنك عايش وموجود في مكان تاني، وان اللي مات ده كان شخص منتحل شخصيته، وان كل ده حصل علشان يحصل مشاكل في البورصه. فبيهرب أليكس وكيرا من مكانهم بسرعه، لكن هوب بيهجم عليهم مجموعه من المقنعين وبيضربوهم وبيفقدوهم الوعي. وبيفوق أليكس وبيلاقي نفسه في مكان مهجور ومش عارف يوصل لكيرا ولا زد، فبيسافر بسرعة على تايلاند بهوية مزيفة علشان هو كان متفق مع كيرا ان لو حصل اي حاجة ليهم يتقابلوا هناك. وبيفضل أليكس مستني كيرا في المكان اللي اتفقوا عليه لكن كيرا ما بتظهرش، فبيروح أليكس على اقرب مكان يقدر يستخدم فيه الانترنت، ولكنه ما بيكونش معاه فلوس كفاية، فبيستخدم بطاقته البنكية. وبيعرف أليكس من الاخبار ان تم القبض على زد، وان شريكته كيرا ماتت اثناء محاولة هروبها من الشرطة، وان تم القبض على رجل الاعمال الكولومبي كممول لخطه زد. وبيكون أليكس هو اللي حط معلومات رجل الاعمال الكولومبي اثناء ما كان بينفذ خطه زد، وده علشان ينتقم منه لان هو اللي قتل سي صاحبه. وفي اللحظه دي بتكتشف البنت المسؤوله عن المحل ان البطاقه البنكيه بتاعت أليكس مزيفه، فبتتصل بالشرطه وبتبلغ عنه. وبعدها بيدخل أليكس على صفحه كيرا يمكن تكون سايبه له اي رساله، لكنه بيتفاجئ ان النت بيفصل فجاه وبتيجي الشرطه وبتقبض عليه. وبيفضل أليكس مده طويله في السجن، وبعد سنتين بيتم الافراج عنه بعفو ملكي. وبمجرد ما بيخرج أليكس من السجن بيلاقي كيرا مستنياه، ودلوقتي هتبدأ تحكي له عن كل حاجة حصلت في غيابه، واي سؤال عندك للفيلم هيتجاوب عليه حالا. بس قبل ما اكمل دوس لايك واشترك في القناة من الزرار الاحمر اللي تحته وفعل زر الجرس. وبتبدأ كيرا تحكي له عن اللي حصل وبترجع بالزمن لورا، وبنعرف ان كل ده كيرا كانت مسجونة في واحدة من الجرائم الالكترونية اللي هي عملتها، وبتقول له ان مدير امن البنك اللي أليكس اخترقه في اول الفيلم هو في الحقيقة ضابط مخابرات، وان هو بعد ما اطلق سراح أليكس من البنك قابل كيرا وعمل معاها صفقة، وقال لها ان أليكس ممكن يوصلهم لزد زعيم منظمة الدارك ويب. وبعدها المخابرات زرعت كيرا جنب أليكس وخلاها تقرب منه عن طريق اغراءه بالفلوس، وان الشخص اللي هي كانت بتقول ان هو عمها يبقى هو نفسه ضابط المخابرات اللي عينها. ووقتها المخابرات كان عندها معلومات ان زد موجود في هونج كونج، وكان لازم كيرا وأليكس يسافروا له على هناك، وعلشان كده كيرا اقترحت على أليكس فكرة السفر لهونج كونج، والمخابرات هي اللي دبرت قصة المافيا وان هم ممكن يقتلوا أليكس وسي وكيرا، وبالتالي مش هيبقى قدامهم خيار تاني غير السفر لهونج كونج. ووقتها المخابرات كانت مراقبه كل خطواتهم لحد ما الخطه تمت وقدروا يحددوا مكان زد ويقبضوا عليه. ودلوقتي عرفنا ليه سي كان شاكك في كيرا لما كان عايش. وبتحكي كيرا لأليكس ان هي ما كانتش تعرف ان هم هيقولوا عنها ان هي ماتت، وبعدها المخابرات حبستها في مكان سري، علشان كده ما قدرتش تقابل أليكس في المكان اللي المفروض يتقابلوا فيه في تايلاند. ولكن هي بعد ما خرجت قدرت تعرف هو فين، وساعتها بعلاقتها عرفت تخرجه من السجن. وبمجرد ما بتخلص كيرا كلامها بتقول لأليكس ان هو دلوقتي يقدر يستخدم جواز سفره الحقيقي، ودلوقتي يقدر يرجع معاها لأهله ويبدأوا سوا حياة جديدة من غير اي اعمال مخالفة للقانون. دلوقتي قولي في الكومنتات لو كنت مكان أليكس هتعمل ايه؟ تختار تساعد اهلك حتى لو بالطريقة الغلط، ولا تفضل ماشي عدل مهما حصل؟ واكتب لي كمان تحب اختار لك فيلم هاكرز تاني ولا نرجع للأكشن بتاعنا؟
بيبدأ الفيلم بانفجار مبنى الطاقة النووية اللي موجود في الصين، وساعتها بيكون الملازم دوي بيجهز علشان يروح الشغل بتاعه، وبيسمع الأخبار وبيعرف إن في 27 عامل اتصابوا و8 منهم ماتوا بسبب الانفجار اللي حصل. وفي نفس الوقت ده بيكون الهاكر نيكولاس اللي محبوس في سجن من سجون أمريكا قاعد في زنزانته وبيقرا كتاب، وبيدخل عليه الحرس وبيبلغوه إنهم هيفتشوا الزنزانة، فبيقوم وبيمدلهم إيده علشان يلبسوه الكلبشات. ولما بيشوف الحراس وهما بيرموا كتب على الأرض بيتضايق وبيكون عاوز يتخانق معاهم، لكن الحراس بيقيدوا حركته وبينيموه على الارض. وبعدها مأمور السجن بيستدعي نيكولاس وبيوري له جهاز وبيعرفوا انهم لقوه في زنزانته وان في فلوس اتحطت في حساب اصحابه المديونين، وبيسألوا لو كان هو اللي هكر سيستم البنك وزود الفلوس دي لاصحابه بالجهاز اللي هم لقوه عنده. ولكن نيكولاس بيرد عليه باستهزاء وبيعرفوا انه كان مخبي الجهاز ده علشان يكلم بيه بابا نويل في عيد ميلاد راس السنه. وساعتها كان دوي قاعد في اجتماع مع الحكومه الصينيه وبيعرفهم ان سيستم تبريد المفاعل النووي الصيني اتهكر، وده نفس اللي حصل في مبنى المفاعل النووي اللي في امريكا اللي انفجر في نفس وقت انفجار مبنى الصين. ولما بيطلبوا منه انهم يدخلوا المبنى بيعرفهم ان نظام الحمايه هو كمان اتهكر ومش هينفع يدخلوا المكان لان درجه الحراره فيه مرتفعه جدا. وبيكون دوي مستغرب لان الهاكر ما طلبش من الحكومه فلوس ولا ساومهم على اي حاجه مقابل انه يرجع السيستم، لكنه فجر المبنى بدون سابق انذار. وفي الوقت ده بتكون الشرطيه الامريكيه كارول قاعده مع العقيد ستانلي وبيسالها عن دوي، وبتعرفه كارول ان جده كان القائد العسكري في الجيش وحارب في الحرب الاهليه اللي كانت في اليابان، وان ليه اخت اسمها ليان شغاله مهندسه اتصالات. وهنا بنعرف ان ستانلي بيجمع كل المعلومات دي عن دوي لان الحكومه الامريكيه قررت انها تتعاون مع الحكومه الصينيه علشان يقبضوا على الهاكر، ودوي هو اللي هيكون مسؤول عن القضيه مع كارول. وبعدها بيروح دوي يقابل اخته ليان لانها كانت بتشتغل مهندسه شبكات، وبيتكلم معاها وبيعرفها انه محتاج مهندس شبكات يكون بيثق فيه علشان يساعده في مهمه القبض على الهاكر، وطلب منها تروح معاه وتساعده في المهمه بتاعته. وبعد فتره في شخص بيهكر سيستم البورصه العالميه وبيلعب في اسهم فول الصويا اللي بيستخدموها كعلف للبقر وبيزود سعرها بشكل جنوني، وده بيعمل مشكله في السوق وبيعلي الاسهم بتاعتها جدا وبيسبب ازمه عالميه. وساعتها بيكون دوي وصل امريكا وبيقابل كارول وبيحضروا اجتماع وبيعرفوا ان الشخص اللي هكر السيستم بيستخدم احدث انظمه الهاكينج واستغل ثغره موجوده في برنامج جرات ودخل على سيستم البورصه. والحكومه الامريكيه استخدمت سيستم متطور اسمه القبعه السوداء علشان يوصلوا لمكان الهاكر ولكن فشلوا. وبعدها بيدخل دوي لستانلي وبيعرض عليه يسمح لنيكولاس انه يخرج من السجن علشان هو الوحيد اللي يعرف يساعدهم وهيعرف يهكر السيستم بتاع الهاكر، وساعتها هيعرفوا يوصلوا لمكانه. وبعد فتره كارول بتكتشف ان نيكولاس اتسجن لانه هكر سيستم 4 بنوك رئيسيه وقدر يخسرهم 46 مليون دولار. وبتعرف كمان انه صديق قديم لدوي من ايام الجامعه لانهم كانوا بيدرسوا مع بعض. وتاني يوم بيروح شخص من الحكومه الامريكيه لنيكولاس وبيعرض عليه يساعدهم في القبض على الهاكر مقابل انه ياخد افراج من السجن لمده اسبوعين، ولكن نيكولاس بيرفض وبيعرفهم انه مش هيوافق يساعدهم غير لما يقللوا مده السجن بتاعته. وساعتها الحكومه بتضطر انها توافق على عرض نيكولاس وبيخرجوه من السجن، وبيكون دوي وكارول مستنيينه وبياخدوه وبيروحوا على المطار علشان يسافروا على المكان اللي هيبداوا شغل منه. وبيقعد نيكولاس ودوي في طياره يشتغلوا على اللابتوب بتاع الحكومه، وبتتضايق كارول وبتتكلم مع دوي وبتعرفوا انهم كانوا متفقين ان نيكولاس يشتغل على اللابتوب بتاعه، وبتكون خايفه لا يهكر سيستم الحكومه من خلال اللابتوب بتاعها. وبيفهمها دوي انه هيتحمل مسؤوليه اي حاجه بتحصل. ولما بيوصلوا للمكان اللي هيشتغلوا فيه بيفحص نيكولاس غرفه شبكات نظام الحمايه علشان يتاكد ان ما فيهاش اي فيروس، لكن لما بيقعد على الكمبيوتر بيلاحظ ان السيستم متهكر وبيسال اتورني المسؤول عن السيستم مين بيدخل الاوضه غيره، وبيعرفوا اتورني ان في واحد كان شغال معاه اسمه لوزانو وهو الوحيد اللي كان بيدخل الاوضه لكن خد اجازه من اسبوعين علشان امه ماتت. وبعدها بيقعد نيكولاس على الكمبيوتر وبيقرا الشفرات اللي الهاكر بعتها وبيحاول يفكها ولكن مش بيعرف، وبيدخل عليه اتورني وبيوري له صوره لوزانو وبيلاحظوا انه رسم وشم. وبعدها نيكولاس واللي معاه بيراجعوا كاميرات المراقبه علشان يجيبوا شكل الوشم بالكامل. وساعتها كارول بتتصل بستانلي وبتديله مواصفات لوزانو وبتعرفه انه كان مزور البطاقه بتاعته وانه شغال لحساب واحد اسمه لوس، وبيبعت لها ستانلي صوره مجرمين علشان تتعرف عليهم، وبيكون لوزانو واحد منهم وبيعرفها انه اتسجن 2 سنين قبل كده في تهمه تزوير. وساعتها بيعرض عليهم نيكولاس انهم يهجموا على لوزانو في بيته علشان يمسكوه قبل ما يحاول يهرب منهم. وتاني يوم نيكولاس وليان بيروحوا بيت لوزانو والحارس اللي مع نيكولاس
بيعرفوا انهم مركبين له اسوره في رجله علشان يراقبوا تحركاته ويضمنوا انه مش هيعرف يهرب. ولما نيكولاس وليان بيدخلوا بيت لوزانو بيتفاجئوا انه مقتول، وساعتها بيقعدوا على الاجهزه بتاعته وبيلاحظوا انه عنده جهاز لاسلكي وان في رسائل مستمره دايما بتيجي عليه، لكن البيانات كانت مشفره. وفي نفس الوقت ده بتكون كارول ودوي قاعدين مع جاري مسؤول البورصه وبيطلبوا منه يسلمهم نسخه من السجلات بتاعه البورصه للمباحث الفيدراليه، لكن بيرفض وبيعرفهم ان دي اسرار عملاء ورجال اعمال كبار. وساعتها كارول تفهموا انه لو ما سلمهمش بيانات العملاء هيتحول للتحقيق بشكل رسمي بتهمه انه بيساعد على اخفاء هويه الهاكر. وبعدها نيكولاس وليان بيروحوا مطعم علشان ياكلوا وبيكونوا مستنيين شخص اسمه ريس علشان يراقبوه، لانهم عرفوا من على كمبيوتر لوزانو ان ده الشخص اللي هيوصلهم لمكان الهاكر الرئيسي. ولكن بيفضلوا قاعدين كتير وريس مش بيجي. وساعتها نيكولاس كان بيشك ان في حاجه بتحصل وبيدخل غرفه كاميرات المراقبه وبيلاحظ ان في كاميرا كانت متثبته على ترابيزتهم هما بس، فبيدخل على السيستم وبيهكروا وبيبعت رساله للهاكر، وفجاه في ناس بتدخل المطعم وبيهجموا عليه وبتدور بينهم معركه شرسه، ولكن نيكولاس بيقدر يتغلب عليهم وبياخد ليان وبيهرب. وفي الوقت ده كارل ودوي كانوا بيتابعوا البورصه وبيلاحظوا ان في 3 حسابات لاشخاص مختلفه بيبيعوا في نفس الوقت باسعار عاليه جدا، ويعتبر هما ال3 الوحيدين اللي كسبوا ارباح بالملايين بسبب اللعب في سوق البورصه، وفهموا ان ليهم علاقه بالهاكر. وكانوا ال3 موجودين في مدينة هونج كونج. وساعتها بيقرر كارول واللي معاها انهم يسافروا الصين، ولما بيوصلوا بيروحوا المبنى بتاع المفاعل النووي وبيستقبلهم بول من الفريق التقني للشبكات الوطنية وبيبلغهم انهم بيحاولوا يشغلوا سيستم المبرد، وبيقول لهم ان مفيش حد طلع اي بيان يثبت ان عملية الانفجار اللي حصلت في المفاعل عملية ارهابية، وبيفهمهم ان جهاز برمجة BLC اللي مسؤول عن تبريد المفاعل النووي هو اللي اتهجم من الهاكر، وهو اللي كان السبب ان المفاعل ينفجر. لكن الجهاز ده فيه ميزه انه بيحتفظ بالذاكره بتاعته حتى لو باظ، بس هم مش عارفين يرجعوا الذاكره لان الجهاز لسه موجود جوه المبنى اللي درجه حرارته عاليه ومحدش عارف يدخل جوه علشان يجيبه. ومع الوقت بيوصل نيكولاس واللي معاه للمكان اللي هيشتغلوا فيه، وبيشوف نيكولاس صور جوني ويان وصامويل، ودول بيكونوا اصحاب الاكونتات بتاعه الاسهم اللي في وقت واحد باعوها، وبيعرف انهم شويه سماسره مش اكتر. وساعتها بيقرر نيكولاس انه مش هيراقب تحركاتهم لكنه هيراقب تحركات الفلوس عادي جدا. بس ليان بتعرفه ان الفلوس لسه موجوده في البنك، وبيقدر نيكولاس انه يحدد مكان الهاكر الرئيسي على الخريطه عن طريق الرسائل اللي كانت بينه وبين السماسره، وبيعرف انه في مدينه اسمها يوماكاي. وبعدها بيروحوا لعربيه المراقبه لانهم بيراقبوا شخص كانوا شاكين فيه ان هو الهاكر، والشخص ده اسمه الياس كسار، لبناني وحارب في الحرب الاهليه، وبعدها اختفى. ولكن بعدها ظهر تاني في التسعينات في كولومبيا، وحاليا مأجر بيت قاعد فيه في مدينه تشيجو، ولكن مقطوع من شجره ومفيش حد بيزوره. وبعد فتره نيكولاس واللي معاه بيروحوا للمكان اللي السماسره بيستقبلوا فيه رسائل الياس، وبيكونوا مفكرين انهم هيكونوا موجودين هناك لكن مش بيلاقوهم، وبيكتشفوا ان في جهاز تردد موجود في المكان ده. ولما بياخدوا الجهاز وبيفحصوه بيعرفوا ان الياس بيبعت الرسائل على الجهاز ده، والسماسره مش بيقعدوا في البيت اللي هو فيه الجهاز، لا دول بيقعدوا قريب من الجهاز وبيلقطوا الرسائل على تليفوناتهم، وبعد ما بيقروا اللي موجود فيها بيمسحوها. وده معناه ان السماسرة دول عمرهم ما شافوا الياس ولا يعرفوا عنه اي بيانات. وتاني يوم بيكون الياس قاعد في بيته ورجال الشرطة بيراقبوه، وفي نفس الوقت ده بيظهر على اجهزة الشرطة ان الهاكر بيحول الفلوس من البنك الكازينو في مدينة ميكاو. وساعتها دوي واللي معاه بيقرروا يقبضوا على الياس، وبيركب نيكولاس ودوي طيارة مع رجال الشرطة، وبتكلمهم كارول وبتعرفهم انها مش عارفة توصل لرجال المراقبة اللي بيراقبوا الياس. ولما دوي واللي معاه بيوصلوا هناك بيكتشفوا ان رجال الشرطة اللي كانوا بيراقبوا الياس بيكونوا مقتولين، فبيروحوا بسرعة على بيت الياس وبيلاقوه فاضي، ولكن بيلاحظوا ان في باب موجود في البيت وموجود فيه نفق تحت الارض. ولما رجال الشرطة بتنزل النفق العصابة بتضرب عليهم نار وبتدور بينهم معركة شرسة، وبينجح الياس انه يقتل واحد من رجال الشرطة. وساعتها كان نيكولاس واللي معاه بيروحوا من الناحية التانية وبيضربوا نار على العصابة وبتقوم حرب عنيفة بينهم. ووقتها الياس بيفكر
بيفجر النفق اللي فيه رجال الشرطه، وبيضرب ضابط الشرطه اللي اسمه ترانج بالنار، وبياخد نيكولاس المسدس بتاع ترانج وبيضرب نار على العصابه، وبعدها بيجروا بسرعه علشان يقبضوا على الياس، ولكن بيكتشفوا ان ركب على المركب وهرب عن طريق البحر. وساعتها بيروح الياس عند السفينه اللي فيها رجالته وبيديهم شنط الفلوس وبيمشي. وبعد فتره نيكولاس واللي معاه بيستعدوا لدخول مبنى المفاعل النووي علشان يجيبوا جهاز البرمجه، والدكتوره بتفهمهم ان ما ينفعش يقعدوا في المبنى اكتر من 8 دقايق لانهم مش هيقدروا يستحملوا درجه حراره المكان اكتر من كده. ولما بيدخل نيكولاس واللي معاه للمبنى، في واحد من اللي كان معاهم اسمه وانج بيتعب وبيفقد الوعي، وساعتها بيحاول نيكولاس انه يكسر باب لوحه الاجهزه بسرعه علشان يطلع منها بالجهاز، وبينجح نيكولاس في كده وبياخد الجهاز وبيخرج. وبعدها بيحاول نيكولاس واللي معاه يخرجوا البيانات اللي على الجهاز، لكن مش بيعرفوا لانهم بيلاقوا فيه فيروسات خبيثه. وساعتها نيكولاس بيكلمهم عن نفسه وبيفهمهم انه قبل ما يدخل السجن كان بيهكر اي حاجه تيجي قدامه، وكان بيمسح وراه كل البيانات علشان محدش يعرف يوصل له. ولكن لما جه يتحاكم اتفاجئ في المحكمه ان الحكومه مرجعه كل البيانات اللي هو كان حذفها. فبتعرفوا كارول ان الامن الوطني الامريكي عنده سيستم اسمه الارمله السوداء، وبيرجع كل البيانات اللي اتمسحت. وبتتصل كارول بستانلي وبتطلب منه يدخلهم على سيستم الارمله السوداء، لكن ستانلي بيرفض. وساعتها بيقرر نيكولاس ان هو يهكر سيستم الارمله السوداء، وبيطلب منهم يخرجوا ويسيبوه علشان يعرف يشتغل. وفي نفس الوقت ده بيكون واحد من العصابه مستنيهم تحت ومعاه صوره دوي، ولما الشخص ده بيعرف شكل عربيه دوي بيحط فيها قنبله. وبعدها نيكولاس بيروح لهم وبيبلغهم انه عرف يهكر سيستم الارمله السوداء وقدر يجيب عنوان الشبكه بتاعه الهاكر، وبيعرفهم انه موجود في مدينه جاكرتا اللي بتكون موجوده في اندونيسيا، وده معناه انهم لازم يسافروا جاكرتا علشان يقبضوا على الهاكر. لكن كارول بتفهمه انهم مش هيعرفوا يدخلوا اندونيسيا من غير ما ياخدوا موافقه من الامن الوطني. وبعدها دوي بيروح مركز الشرطه علشان ياخد موافقه القاده على السفر مع المجموعه الاندونيسيه، لكن القاده بيبلغوه انه هيسافر من غير نيكولاس لان الحكومه الامريكيه عرفت انه دخل على السيستم بتاعهم وهيرجعوه السجن تاني. وساعتها دوي بيبعت رساله لاخته ليان وبيعرفها اللي حصل علشان تساعد نيكولاس انه يهرب. وفي نفس الوقت ده في مكالمه بتيجي لكارول من ستانلي وبيأمرها تقبض على نيكولاس. ولما كارول بتروح لنيكولاس الاوضه مش بتلاقيه، ولما بتطلب من الحارس يحدد لها مكان نيكولاس على الخريطه بيكتشفوا انه غير في اللوكيشن، ولكن بيعرفوا يشغلوه تاني وبيحددوا مكان نيكولاس. وساعتها بيروح دوي للمكان اللي نيكولاس وليان مستخبين فيه، وبيقول لنيكولاس انه لازم يهرب قبل ما الحكومه الامريكيه تقبض عليه. وبتطلب ليان من نيكولاس انه ياخدها معاه لانها بتحبه، ولكن نيكولاس بيرفض لانه خايف عليها. ووقتها ليان بتفتكر ان اخوها هو اللي طلب من نيكولاس يسيبها ويمشي علشان يفرقهم عن بعض، وبتتضايق جدا وبتمشي. وبعدها بيروح نيكولاس ودوي في طريقهم لمحطه المترو علشان نيكولاس يهرب، وبيلاحظوا ان ليان قاعده مستنياهم في الشارع، وبتركب ليان معاهم العربيه وبتطلب من نيكولاس انه ما يسيبهاش ويمشي، ولكن دوي بيطلب منها ترجع للبيت. وساعتها بتتضايق ليان جدا وبتنزل من العربيه وهي بتعيط، وبينزل وراها نيكولاس وبيعرفها ان اخوها ملوش ذنب في اللي حصل، وبيطلب منها ما تزعلش منه. وفجاه العربيه اللي فيها دوي بتنفجر وبيحصل انفجار رهيب وبيموت دوي بسبب الانفجار. وساعتها بيظهر الياس واللي معاه وبيضربوا نار عليهم، ولكن نيكولاس بيمسك ليان وبيستخبى في الشارع. وفي نفس الوقت ده بتوصل كارول واللي معاها وبيضربوا نار على العصابه وبيحاولوا يقتلوهم، ولكن العصابه كان عددها كبير وبيقدروا يقتلوا كارول واللي معاها. وساعتها بيكون نيكولاس وليان بيهربوا وبيدخلوا محطه المترو، وبيجري وراهم الياس واللي معاه ولكن مش بيلحقوا يمسكوهم، وبيركبوا الاتنين المترو واللي اتحرك بيهم وبيقدروا يهربوا منهم. وساعتها نيكولاس وليان بيقرروا انهم يفضلوا هربانين لحد ما يقبضوا على العصابه، وبيروحوا لشخص يفك لهم الاسوره اللي في رجل نيكولاس وبياخدها وبيرميها في سفينه في المينا علشان الحكومه ما تقدرش تعرف مكانه. وبعدها نيكولاس وليان بيركبوا طياره بجوازات سفر مزوره وبيروحوا على اندونيسيا علشان يدوروا على الهاكر الاساسي. ولما بيوصلوا هناك بيروحوا مكان تبع الهاكر، وبيدخل نيكولاس وبيلاحظ انهم بيستخدموا مضخات ميه شبه اللي موجوده في المفاعل بتاع الصين. ووقتها بيكتشفوا ان الهاكر هدفه الاساسي انه يغرق المناجم، وده
معناه ان سعر المعادن هيغلى جدا لانها مش هتكون موجودة، وهيعرف يبيع المناجم بتاعته باسعار عالية جدا وهتتخطى مليارات الدولارات. وبعدها نيكولاس وليان بيروحوا البيت وبيقعدوا يشتغلوا وبيقدروا يعرفوا البنك اللي موجود فيه الفلوس. وتاني يوم ليان بتجهز علشان تروح البنك اللي فيه الفلوس وبتاخد معاها ورق وبتحط عليه قهوة، وبعدين بتروح البنك وبتطلب من الموظف يطبع لها ورق غيره وبتديله الفلاشة اللي هيطبع من عليها الورق. ولما الموظف بيحط الفلاشة عنده في الجهاز، سيستم البنك بيتفتح على جهاز نيكولاس وبيقدر ان هو ينقل كل الفلوس اللي في حساب الياس لحساب تاني. وبعدها بتيجي مكالمة لنيكولاس، ولما بيرد بيكتشف انه الياس وبيسأله هو عاوز ايه مقابل انه يرجع الفلوس، وبيعرفوا نيكولاس انه مش هيرجع الفلوس غير لما يعرف مين الهاكر الاساسي ويتكلم معاه. وساعتها الهاكر بيتكلم مع نيكولاس وبيعرض عليه ساعده في انه ما يرجعش للسجن مقابل انه يرجع الفلوس، ولكن نيكولاس بيطلب منه 20% من الفلوس ويقابله، فبيوافق الهاكر لانه مش بايده حاجه تانية يعملها. وبعد فتره بيستعد نيكولاس علشان يقابل الهاكر وبيخبي اسلحه ومعدات في جسمه علشان يكون مستعد لاي حاجه هتحصل. ولما بيجي ميعاد المقابله، ليان بتقف تراقب المكان اللي هيتقابلوا فيه وبتتكلم مع نيكولاس وبيتعرفوا ان الهاكر معاه رجالته ومش موجود لوحده. وساعتها نيكولاس بيكلم الهاكر في التليفون وبيعرفوا ان مكان المقابله اتغير وانه بقى في ميدان باباو. وبعدها الياس واللي معاه بيروحوا على الميدان وبيدوروا على نيكولاس علشان يقتلوه. وفي نفس الوقت بيكون نيكولاس ماشي ورا الياس وبيطلع سكينه علشان يقتله، بس الياس بيشوفه وبيصوب عليه بالمسدس وبيأمره يرفع ايده علشان يفتشه، لكن نيكولاس بيخدعه وبيطلع سكينه من معاه بسرعه وبيطعنها في راسه وبيقتله وبياخد منه المسدس وبيصوبه على الهاكر. ولكن الهاكر مش سهل برضه وبيكون عامل حسابه وبيؤمر رجالته تضرب نار على نيكولاس، وبيدخل نيكولاس في قتال حاد معاهم وبتدور بينهم معركه شرسه لحد ما الهاكر بيجي من ورا نيكولاس وبيطعنه بالسكينه. ولكن نيكولاس بينجح في انه يطلع سكينه من معاه وبيطعن بيها الهاكر كذا طعنه وبيقتله. وبعدها بيهرب نيكولاس وليان وبيروحوا على المطار، وبيسحب نيكولاس فلوس من الحساب اللي هو نقل ليه فلوس الياس لما هكر البنك. وبعدها بيسافروا على بلد يقدروا يعيشوا فيها بالفلوس اللي معاهم في امان بعد ما قدروا يخلصوا من الهاكر ورجالته. وبيخلص الفيلم، بس ده مش معناه انك تطلع بره القناه، لا يا عزيزي، خد لك بصه في القناه، واول ريحتك في القناه هتكون الفيديو اللي ظهر قدامك دلوقتي. روح شوفه واضمن لك ان هو هيعجبك. وبس، صلى على النبي، وكان معاك مندو، والسلام.